السلام عليكم ورحمة الله حبايبي متابعيني، آسفة على التأخير اعذروني شوية. كنت مريضة إنفلونزا، تعرفون هاي مال تبديل الجو. سويت اليوم غدانة تمن باقلة وتشريب لحم، تشريب لحم العراقي الأصفر. خليكم نشوف شلون راح نسوي الطريقة وشنو نضيف له. نبدي أول شي بسم الله الرحمن الرحيم. عندي قطع لحم غنم بعظمة كبيرة، فورتها على النار لحد ما طلعت العفو هاي الزفرة، وغسلتها قطعة قطعة، وهنا أنا راح أجي أحمسها خشوقة تقريبا مالت كوب زبد، راح أحمس بيها قطع هذه اللحم بعد ما غسلتها وصفيتها حمسة بسيطة، وأضيف لها راس بصل كبير أقطعه قطع يعني خشنة لحد ما يحمس ياخذ لون شوية، وأخلي له أضيف له مي حار. أنا مفورة مثلا كتلي مي حار على الصفحة حتى أضيفه وأعوف يغلون على راحتهم، تقريبا ياخذ له بحدود الساعة ساعة ونص حسب نوعية اللحم. ما سويته هالمرة بجدر الضغط. هسه راح أخلي هذا المي الحار وأتركه يستوي على راحته على نار هادئة، أنص النار وأخليه يستوي، ياخذ له تقريبا مثل ما قلت لكم بحدود الساعة إلى ساعة ونص حسب يعني نوعية اللحم. هسه ورا ساعة ونص اللحم استوى كامل، أنا مخال أي ملح، بس هو الزبدة اللي حمستها ويا البصل راح أخلي هاي الملح الكامل أملحه حتى ياخذ طعم. هنا أنا على صفحة راح أخلي تقريبا خاشوقة مالت أكل من الدهن، راح أحمس بيها بصل، بصل شرائح أو بصل قطع كبار. استخدمت هنا أنا بصل أحمر، وانتو حسب رغبتكم شنو اللي يعجبكم تضيفون مثلا بصل أبيض أو شي. أحمسه لحد ما يذبل شوية، وأضيف له خاشوقة من الكركم، خاشوقة مالت كوب كركم، وخاشوقة كوب نصها تقريبا مو كاملة. أضيف وياها كاري أو الجدر، بهارات الجدر. راح أحمسهم كامل، ما أخلي البصل حليل يعني يذبل أو يحترق، بس شوية يعني يتغير لونه وأضيفه على التشريب. هاي أني التشريب ورا ما استوى اللحم مالته كامل وخلص، ضفت له هذا البصل المحموس ويا هذه البهارات، وخليه يغلي غلوة غلوتين وأطفيه بعد ما يحتاج لأي شي. أنا عندي هاي نمو بصرة، فيعني طحنتها كسرتها بداية ناعم، طلعت من عندها النوى. اللي يحب يضيفها بكاملها أو يقسمها هيجي، بعد كل منو طريقته وحسب شنو اللي يعجبه، احنا نحبها هيك نضيفها. وأخليها يعني فار تقريبا 3 دقايق، وطفيت الجدر بعد ما يعني خلاص كمل التشريب. هسه راح أسوي تمن باقلة. أنا عندي تقريبا بحدود خاشوقتين، خاشوقة ونص خليت من الدهن أو أي سمنة انتو تفضلون أو زيت. بصل عندي ثرمته ثرم عادي، لا خشن ولا ناعم، بصل أبيض بصل أحمر شنو اللي يعجبك انتي. وحمسته ويا شبنت، هذا شبنت ثارمته ناعم. وراح أضيف الباقلة همينة، الباقلة أنا عندي مجففتها مال مجمدة مو تازة. أحمسها ويا الشبنت ويا البصل لحد ما تذبل، وأضيف عليها بعدين التمن. هنا أنا التمن راح أسويه تطبيق، يعني راح ما أسلقه، أطبقه بالمي. هاي الباقلة أحمس بيها حمستين. هاي نوع الباقلة اللي هنا موجودة عندنا كلش نوعيتها زينة، رأسا تستوي ورأسا يعني تنمرد حتى ما أضيف لها مي، هي من وحدها رأسا تستوي. أتركها تقريبا 3 دقايق تحمس، أجي عليها يعني كلش مستوية شي غادية فد مرة مخ. أضيف التمن، أنا هنا التمن غاسلته ومصفيته، مسوية الباقلة ويا البشبنت كله كامل، وأضيف للملح مالته الكامل. أني قبل ما أخلي البهارات للتشريب شلت شوية من مي مالته التشريب حتى أطبق عليه التمن، يعطي طعم كلش طيب. يفضل تمن الباقلة لو مثلا على تشريب اللحم أو تشريب الدجاج حتى يصير طيب بالتطبيق. المي يكون كلش يغطي، ما أخلي مي هواية. هاي هي بهذا الشكل يتهدر التمن، حباية ويا أختها ما شاء الله كلش نثري. وهذا الشكل خلصت طبختنا اليوم، طبخة سهلة وبسيطة. لا تنسوني حبايبي باللايك والشير والسبسكرايب، وتضغطون على جرس التنبيهات. في أمان الله.